السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نديروا حلوه للعيد الكبير، يعني راح تكون حلوه بسيطه. كاين بزاف الناس يعرفوا يديروها، لكن كاين بالك ناس ما يعرفوش يديروها. اللي هي راح يكونوا آه هليلات راح يكونوا منقوشين بالتمر. هنا واش عندي، راح نديروا كميه قليله، وانتم تحبوا تضعفوا المقادير ضعفوا المقادير. عفوا. عندي 500 250 غرام تاع فرينه، عندي 125 غرام تاع مارغرين، مغرفه تاع سكر كلاص، مغرفه تاع حليب بودره، ومغرفه تاع زيت. وعندي هنايا التمر مع الكاوكاو مع الزيت اللي راح نديروا به العقده هذه مع مع زهر. راح نستعملوه للعجينه، وفي نفس الوقت راح نستعملوه للغرس للتمر. هنا في الريسيبيون واش درت، كنت وجدت هذيك 250 غرام تاع الفرينه، غربلتها، درت لها دوكا 125 غرام تاع مارغرين، مغرفه تاع زيت، مغرفه تاع سكر كلاص، ومغرفه تاع حليب بودره. اللي تزيد لها بنه على بنه حلوه هذه. لكن اللي ما عندهاش ممكن انكم تستغناو عليها اذا ما عندكمش، بصح اذا كانت عندكم ديروها خير، لانه راح تعطيكم بنه هايله للعجينه. راح ندخل كامل هذيك المارغرين مع المقادير اللي كنت درتهم مع الفرينه حتى يندمجوا مليح. وما تنسوش رشه الملح ولا فانيا. هنايا الحلوه هذه راح تكون بدون بيض، ما فيهاش البيض. الناس اللي يحبوا الحلوه اللي راح تكون اللي ما تكونش فيها البيض فراح تعجبهم. انا خذيت نص فنجان تاع المزهر، وراح نبدا ندير ونشوف شحال راح تاخذ لي ليسونسيال حتى تتلم. هنا درت مغرف زوج. كتشوفوا وصفه سهله سريعه توجد تمتم. والبنه صدقوني والله العظيم تجي تذوب وحدها، يعني ترفدوا الحبه في يدكم طيح تتكسر، تلمو العجينه بزاف طريه. زدت المغرفه المزهر، يعني خذت لي حوالي 3 مغارف تاع مزهر، 3 مغارف تاع اكل تاع ماء الزهر. يعني حوالي نص فنجاله. خلاص العجينه هنايا واجده، درت لها هكا شويه فرينه، راح نفيلميها ونخليها ترتاح. يعني ما تخلوهاش ترتاح بزاف، العجينه هذه ما تحتاج تشرحها بزاف، ممكن لكم 10 دقائق تبداو تخدموا فيها ماشي مشكل. انا بيد ما نوجد برك هذاك الغرس، وبعد نبدا نخدم الحلوه تاعي. انا وجدت كميه تاع الغرس حوالي بول، زدت لها نص بول تاع كاوكاو محمص ومرحي في الخشين. انا خليته شويه بقشوره، زدت له ميم الجلجله من بعد. ومن بعد نبدا نعجن به بالمزهر حتى تحسوا بليك العجينه هذه تاع التمر ولات طريه، يعني باش كي ناكلوا الحلوه الحبه تاع الحلوه راح نصيبوا العجينه طريه كيما الغرس، يعني مش حنصيبوا العجينه طريه والغرس من الداخل يابس. هذه الغلطه بزاف يطيحوا فيها ناس، وتكون وصفه معروفه يعني ومحبوبه، وكاين بزاف ناس يديروها. كيما كاين بالك مبتدئات، بالك بنات اول مره يديروا حلوه في العيد ولا ما يعرفوش يديروها. ناس زدت حوالي 2 مغارف تاع الجلان، اختياري، ممكن تقدروا تزيدوا قرفه للخلطه هذه. تكون كيما كاين بنات بزاف جداد ومبتدئات ما يعرفوش يديروا. فانا مادام درت هاد الحلوه هذه حبيت نسجلها، يعني نصورها باش هكا ممكن كاين الناس ما يعرفوهاش يستفادوا منها. نفس الشيء تولات لي طريه هذيك العجينه، زدت لها مغرفه تاع زيت لميتها، ودرت لها بابي فيلم وخليتها ترتاح. هنا رجعت للعجينه وبديت نوزن. هنا العجينه راح نوزنوها 30 غرام، والغرس راح نوزنوه 10 غرام، 10 غرامات، يعني الحبه راح تجي فيها في المجمل راح يجي فيها 40 غرام. واللي يحب يكبر اكثر ممكن انكم تزيدوا، يعني ماشي مشكل، لكن يعني الحجم هذا راح يكون مليح يعني متوسط. حنوري لكم برك هنا حبيبات، قلنا 10 غرامات. الغرس هذا يجي بزاف بنين باسكو فيه كميه مليحه تاع كاوكاو حمصوه مليح. قلنا كيله تاع الغرس مع نص كيله تاع كاوكاو محمص ومرحي، ديروه شويه خشين باش يعطيكم قرمشه كي تكونوا تاكلوا في الحلوه تاعكم. راح نبدا التشكيل. عجينه مريحه بزاف، يعني سهله في الخدمه ما تعبكمش كامل.
نديرو فتيته فرينه يعني ماشي بزاف، باش برك ما تلصقناش الحبه في بلان دو طرافاي في فوق البوطاجي. نفتحها هكذا، ندير الغرس اللي كنت خليته بومبي في الوسط وفي الاطراف رققته، ونمشي كيما نكونوا نخدموا في التشارك. هنا تحبوها طويله هكا طولوها شويه، كيما تحبوا تقصروها يعني. كان حبات كنت درتهم هكا طوال، وكاين حبات كنت درتهم قصار شويه، ميم هذوك القصار ثاني جو شابين. والنقاش كنت نقشت بالرقيق وبالخشين يعني. نتوما بعد تشوفوا الحاجه اللي عجبتكم ديروها. كما نعرفوا في العيد الكبير ما نحبوش نديروا حلويات المعقده ولا فيها شوكولا ولا اللي تكلفنا، ولا هذه من بين الحلويات اللي مش حتكلفكم يعني. في 250 غرام راح يتخرجوا 30 حبه، وفي 500 غرام يعني راح تخرجوا 60 حبه. راني نقول لكم حلوه محبوبه تنتكل يعني، كامل الناس يحبوها، خفيفه كيما نقولوا على المعده وعلى الجيب وعلى كلش يعني. اللي كنت وجدت حبه دوك نزيد دوك نوريلكم كيفاش نقشت الحبه هذه. انا كنت استعملت نقاش رقيق. نبدا ندير فوق الحبه شويه فرينه، وندير النقاش تاعي في الفرينه، ونبدا نمشي يعني. راكم تشوفوا باين يعني، ما نخليش الفيد. ومن بعد نعاود ندور على الحبه ونعكس، نقش عكس الحبه كيفاش راهي منقوشه في المره الاولى، بالعكس هكذا. تحبوا تخلوها هكا كيما تحبوا، كيما راهي تشوفي كيما راكم تشوفوا. تحبوا تخلوها هكا، تحبوا تعاودوا لها تحددوا هذاك الوسط بالنقاش كيما تحبوا. شوفوا كيفاش تجي، شوفوا ما شاء الله تجي كيما قرن غزال ولا كيش يسموه. انا نكمل هكا، نزيد نقش لكم الحبه هذه يعني هكا باش مبتدئات يشوفوا نفس الطريقه. اذا شفتوه يلصق عاودوا ديروه في الفرينه نفس الشيء. هايلك، ونعاود نرجع بالعكس. ديروا الحبه تاعكم فوق لاكوبات، ولا ما عندهاش لاكوبات تستعمل الطبسي ولا ليسونسيال، نقشوا فوق حاجه باش الحبه ما تعوج لكمش. نعاود نرجع في الوسط. هايلك هنا بالنقاش الرقيق، وهنا راح ننقشوا بالنقاش اللي جاي خشن شويه. وهنا الحبات كنت صغرتهم شويه. نهاولك، انا صراحه عجبني هذا خير من الاولاني يعني. من الاولاني يجي شباب بصح بعد الطياب هذا الخشين اللي بان يعني يبان شباب خير. هاولك نحطوهم في الفور. انا واش ندير، انا قبل نحطهم في الكونجيلاتور حوالي 20 دقيقه حتى نشوف الحبات جمدوا يعني، ولاو تشوهم هكا تصيبوهم حجره. من بعد تشعلوا الفور من التحت، تخلوهم ياخذوا لون ذهبي خفيف من التحت، ومن بعد تشعلوا لهم من الفوق وتخلوهم يتحمروا. هذا ما كان يعني ما تطولوش عليهم في الفور، لانه قد ما طولتوا عليهم قد ما كان الريسك باش الغرس يبس لكم لداخل. لانه كاين بزاف يطيحوا في الغلطه هذه، يقول لكم الغرس يبس لنا في النقاش وكامل. هو السبب انه الفور، لانه الغرس معمر بالسكر وسكر طبيعي. ومن بعد واش يصرى كي طولوا عليه في الفور يتكرمل، يتحول كما يقولوا الحاجه يابسه. هنا ها هو بعد ما طاب شوفوا ما شاء الله. شوفوا هاملك كنت رشيتهم بشويه بسكر كلاص، انا نحبهم شويه محمرين بزياده يعني، كنت حمرتهم في شويه من التحت بزياده. نتوما اللون على حساب واش راكم حابين نتوما، الشكل تاعهم ما يتغيرش يبقاو هما
ما عندي ما نقول لكم، تمسوهم يذوبوا في يديكم، والبنه كيف كيف. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا من الحلوه تاعنا اليوم وتجربوها. الناس اللي يعرفوها ما يعرفوها واللي ما يعرفوهاش راح يتعلموها اليوم بطريقه جد مبسطه. دوك لحقنا نهايه الفيديو تاعنا اليوم، نعطيكم موعد في فيديو اخر، وصفه اخرى. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.